تعرفوا ان الحرب العالميه ما كانش كلها ضرب بالطيارات والدبابات وبس؟ ده كان في جزء كبير منها معتمد على الحرب النفسيه. يعني مثلا المانيا وبريطانيا وجهوا حملات اعلاميه واشاعات ضد بعضهم. ده حتى افلام الكرتون اللي كانوا بيعملوها المانيا وبريطانيا في الوقت ده كان غرضها توجيه الناس. واحد اسباب خساره المانيا في الحرب العالميه الثانيه هو الاعلام البريطاني والحرب النفسيه اللي كانوا بيقوموا بيها ضد الالمان من داخل المانيا نفسها. وتطورت الآلة الإعلامية لحد ما بقت دلوقتي آلة محكمة بتزرع في عقول الناس آراء وأفكار بتخدم مصالح منظمات أو أشخاص معينة. فالاعلام في الاصل معمول علشان توجيه الناس مش ترفيه الناس. ومن الأسلحة الأساسية في ترسانة الإعلام انتقاء الألفاظ واختيار كل كلمة بدقة، زي مثلا هذا وقد وفدنا مراسلنا في إسرائيل أن 11 قتيلا و20 جريحا هم حصيلة العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى تابع للجيش الإسرائيلي في مدينة القدس، وأنباء عن مقتل منفذ العملية. هذا وقد وفدنا مراسلنا في الأراضي المحتلة أن 11 قتيلا و20 جريحا هم حصيلة العملية الاستشهادية التي استهدفت مبنى تابع لجيش الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة. في الإعلام بتاعنا بقى هتسمع من ده كتير. يقول لك على المتظاهرين عناصر، وعلى البلطجية أهالي شرفاء، والمظاهرات تخريب، والفتاي مفتي، وقتلة الشهداء ثوار، والدفاع عن الحق فتنة، والسفاح بطل، والعصامات قطع طرق، والخاين امير، والرئيس المخلوع، سيادة الرئيس السابق، والدولة العسكرية، دولة مدنية، والانقلاب، ثورة، وست البنات، هي ايه اللي وداها هناك؟ والشريعة، رجاية، والثوار، مندسين، وثورة 25 يناير، نكسة 25 يناير. وكل كلمة من دول عشان في الآخر يبين لك إن الحق باطل والباطل حق والمسالم عدواني والعدواني مسالم، فيوجه الرأي العام لاتجاه معين. فلما يحصل ضرر لأي فئة محدش يزعل، ولما القانون يتجاهل فئة تانية برضه محدش يزعل. بل العكس تماما، الناس تكون مؤيدة اللي بيحصل وبقوة. باختصار البلد ممكن تكون بتولع والاقتصاد بينهار والإعلام يحسسك بالألفاظ اللي بيستعملها إن كل حاجة زي الفل. عارفين بقى مين الصايع اللي عمل الحركة دي الأول؟ الشيطان. إبليس لما جه يكلم سيدنا آدم عشان يخليه يعمل ذنب قال له على الشجرة المحرمة إنها شجرة الخلد. والإعلام بتاعنا بقى ماشي على نفس الطريق، وكل ده عشان يخليك مصدق. فلو لسه عايز تصدق خليك مصدق، خليك مصدق، خليك وخليك مصدق. وخليك مصدق.